واحد تاني كان بيجي لنا برضه في الاستشارات، وبرضه ده بيصعب علينا جدا، عنده شلل من كثرة الاختيارات. عنده شلل من كثرة الاختيارات. والناس دي على فكرة أكيد قابلتهم كتير في حياتكم. الناس دي بيبقوا شطار جدا، عندهم تفكير كويس جدا، عنده فكرة واثنين وثلاثة، عايز أعمل أكاديمية للأطفال وأكاديمية للكبار وأعمل تحفيظ قرآن وأعمل أكاديمية ومنصة كبيرة جدا جدا، عنده أفكار كتيرة جدا. بس الشخص ده عايز يعمل منصة، عايز يعمل تليجرام، عايز يعمل كورسات واشتراكات ولايف. من كتر الاختيارات ديت هو مش عارف يتحرك خالص. من كتر الاختيارات بتاعته مش عارف يتحرك خالص. فطبعا الناس دي بيبقى عندهم باور ممتاز جدا، ولو اتوظف صح هيعمل حاجات كتير جدا كويسة، ولكن هو من كتر الاختيارات اللي مطروحة قدامه واللي بيطرحها على نفسه بيحصل له عدم القدرة على اتخاذ القرار. وطبعا الخطر في الحتة ديت انه بيضيع لك وقت كبير جدا انك تبدأ، وممكن اصلا يضيع لك فكرة المشروع. والحزين جدا انك تبص تلاقي تاني يوم حد تاني بينفذ الفكرة بتاعتك، تقول كانت عندي وكان عندي افكار كويسة جدا وكنت هعمل وكنت هسوي، وتقعد تحزن على فكرتك اللي ضاعت وانت عمال تفكر في اختيارات كتيرة جدا. تفكر فكرة وتكتب، تفكر فكرة وتكتب، تفكر فكرة وتكتب، وتركن كل الافكار دي في الدرج. هات فكرة كويسة واشتغل عليها. كلنا نفسنا نحقق حاجات كتيرة جدا، بس ولا العمر هيسمح ولا الوقت هيسمح لده. هات فكرتك، ذاكرها كويس وابدأ فورا.